كمال بكور فرخ متيني. ايش بده عجب؟ أبو محمد الجولاني مجهول النسب الحصيني الفسفوس يمثل كل سنة سوريا دون استثناء. أنا كنت مفكر غلط، سامحوني متابعيني على الثلاث منصات، كل حدا عم يسمعني، أنا كنت مفكر غلط. أبو محمد الجولاني أحمد حسين الشرع مجهول النسب الحصيني الفسفوس الكروبري يمثل كل سنة سوريا دون استثناء. أنا كتير آسف، أنا كتير آسف، كتير آسف، أنا غشيتكم يا متابعيني، أنا غشيتكم والله العلي العظيم، أنا غشيتكم في هذا الموضوع. قبل 4 أشهر من الآن كنت مفكر إنه ما بيمثل سنة سوريا، لا طلع بيمثل سنة سوريا الكل دون استثناء، دون استثناء. يا سيدي متابعينك على الثلاث منصات اللي بتقدر اعداده بمئات الملايين، طبعا انت هي 3 منصات وجميع المنصات اخذها من متيني، ما هيكي كلهم ما مسامحينك على هاي الغلطة اللي غلطتها انت. شلون بتقول قبل 4 شهور انه الشرع لا يمثل السنة في سوريا؟ بعدين هلا انت عم بتقول انه يعني عم بتضايقنا، يعني لما عم بتقول انه لا بيمثلهم كلهم من دون استثناء. طبعا بيمثلنا كلنا من دون استثناء، كلنا معه. يعني تخيل نكون معك، ولا نكون مع متيني، ولا نكون مع الهجري، ولا نكون مع إلهام أحمد، ولا مظلوم عبدي، ولا مع معلوف، ولا مع شربجي. يعني تخيل نكون مع ماهر شرف الدين مثلا. أكيد لا. أكيد كلياتنا خلف الحكومة، كلياتنا من دون استثناء. وهي أنا عم بقول لك إياها نيابة عن كل الناس اللي بتتابعني وبتحبني على جميع المنصات. كلياتنا مع الحكومة، كل السنة مع الحكومة، وما رح نتخلى عن هذا الانتصار ولو ما بيبقى غيرنا في سوريا. منيح؟ وما رح نهاجم هاي الحكومة، ومبسوطين فيكم كمعارضة، ما في أحلى من هيك معارضة. الله يخلي لنا إياكم يا رب ويزيدكم، لأنه أنا أغبى من هيك معارضة وأتفه ما شفت. يعني أنتوا فعلا إذا واحد عنده مخ وبشوفكم وبيسمع كلامكم وهو ما بيطيقوا للشرع، راح تلاقيه حط صورته في نص غرفته. عشان هيك اعتذارك مرفوض جدا من متابعينك. لازم من الاول تعرف انه كلياتنا بيمثلنا. كماله من الاول لازم كنت تعرف هذا الحكي. من وقت ما سقط بشار الاسد 8/12/2024 بعد بدقيقة صار كلياتنا وراه للشرع. شو ماضيه شو حاضره لك شو مستقبله ما عاد يهمنا. المهم انتم ما ترجعوا تستلموا البلد. المهم نحن ما نعيش تحت سيطرة قسد ولا الهجريين ولا الأقليات. من الآخر عم بقول لك إياها، من الآخر، لأنه أنتم ما بتتناقشوا. لأنه أنتم لما الشخص بناقشكم بأفكار بنشوف ردودكم التافهة، لا بتعرفوا تناقشوا بأفكار، ولا عندكم حجة قوية، ولا حدا عرفان منكم الله وين حاطه. أنا بدي أعارض وماشي. ونحن كلياتنا بيمثلنا الشرع، جميعنا، بأخطائهم، بعجرهم، ببجرهم، بنجاحاتهم، بسعيهم، بيمثلنا. ولما بننتقد، على فكرة كماله، لما نحن بننتقد حكومة الشرع بننتقدها نقد محبة لحتى يقاوموا مسارهم، بس مو أكتر ولا أقل. وإلا نحن كلياتنا معه. وهلأ عمل انتخابات، عملوا انتخابات. أنا بتمنى تصير انتخابات مبكرة في سوريا لحتى تشوفوا شلون رح ياخد أكتر من 75% ل 80%. كل السنة رح يصوتوا له. ومو بس نحن جماعتنا، وكمان الشرفاء من العلويين ومن الدروز ومن أي شخص كان مع الثورة السورية. بكل أخطائهم نحن معهم، بكل شيء رح يعملوه نحن معهم. هي حطها في راسك، حطها في راسك. مستحيل نضيع دم شهيد واحد من شهداء الثورة السورية. مستحيل نقلب الحلم والفرحة اللي فرحة المهجر السوري لكابوس مشان أشكالكم. مستحيل نتنازل عن حق مغتصباتنا. مستحيل نفكر إنه سوريا ترجع لحكم غير الحكم السني علنا ومن الآخر كمان. ماشي حبيبي، عشان ما تنحمق كثير وتطلع انه على اساس عم تتهمنا. لا احنا كلياتنا وراه وعلى الدم. وحياتك وحياتك اي شيء بيصير بسوريا حتلاقينا كلياتنا مني وجر الكل نازل يحارب بسوريا، الكل. ماشي كماله
ايه بقى زبط لي شوي انت الكاريزما تبعك، زبط لي شوي الاضاءة، زبط لي شوي مواضيعك وكذا، مشان متابعينك على كل المنصات ينبسطوا اكثر بمحتواك الجميل. كماله، تحياتي حبيبي، بحبك انا ترى.